عارفين الشعور لما الدنيا تقفل في وشكم من كل ناحية وتحس إن قلبك انكسر؟ بتسأل نفسك: يا رب ليه الكسرة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الجبار. عارف يعني إيه الجبار؟ مش بس القوي اللي بيكسر الظالم، لكن هو اللي بيجبر القلوب المكسورة. النهاردة هنعرف ليه ربنا بيسمح بالكسر، وإزاي جبره بيمسح كل سنين التعب في لحظة. أحيانا بنتعلق زيادة بشخص أو وظيفة أو حلم، وربنا عالم إن ده بيأذينا. الكسرة هنا بتكون حماية عشان قلبك يرجع لمكانه الصحيح، وهو التعلق بالله وحده. ربنا بيكسرك عن الخلق عشان يجبرك بيه هو سبحانه وتعالى. عارف ليه ربنا أحيانا بيبعد عنك أقرب الناس ليك في وقت أنت محتاج ليه؟ عشان يكسر اعتمادك على البشر. إحنا كبشر بنغلط وبنفتكر فلان هو اللي هيسندنا، أو فلان هو اللي هيفهمنا. ربنا بيغار على قلبك، فبيكسر سندك الأرض عشان تطلب منه هو، لأنه هو السند الحقيقي. الكسرة دي هي اللي بتخليك تكتشف إن البشر مساكين زيك، وإن القوي الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ربنا بيكسرك عنهم عشان يجبرك بيه هو سبحانه وتعالى. ربنا بيحب يسمع صوتك وانت بتقول يا رب ماليش غيرك. الكسرة دي هي اللي بتخلي دعائك يكون مستجاب، لأنك مفيش بينك وبين ربنا حجاب. عارف لما بتكون في قمة قوتك ممكن يدخل لك كبر أو غرور بإنك قادر تعمل كل حاجة، لكن في لحظة الكسر انت بتقول بصدق يا رب أنا ماليش غيرك. اللحظة دي هي لحظة الفتح. ربنا بيحب يسمع صوتك وانت ضعيف، لأن الضعف ده هو قمة العبودية. وفي اللحظة دي بالذات بتنزل ألطاف وجبر انت مش متخيله. وخد بالك، الجبر ما بيجيش دايما بعد المحنة ما تخلص، الجبر بيبدأ جوه المحنة. جبر ربنا هو الصبر اللي نزل عليك فجأة، هو النوم اللي عرفت تنامه رغم همك، هو الشخص الغريب اللي قالك كلمة طيبة في وقتها. دي كلها طبطبة من ربنا وجبر ليك مؤقت لحد ما يجي الجبر الكبير. ربنا مش بيسيبك تتكسر لوحدك، هو بيكون معاك في كل دمعة بتنزل من عينيك. وفي النهاية عايزين نقول إن اسم الله الجبار له معنيين، الاتنين أجمل من بعض. المعنى الأول هو القوة والعظمة، والمعنى التاني هو إصلاح الكسر. زي الطبيب اللي بيجبر العظم المكسور عشان يرجع أقوى من الأول. ربنا لما بيجبر قلبك مش بس بيرجعه زي ما كان، ده بيبني فيه قوة وبصيرة ما كانتش موجودة قبل الكسر. انت بعد الجبر هتكون إنسان تاني خالص، أهدى وأعمق وأقرب إلى الله. عارف كل يوم بتصبر فيه نفسك على وجعك ربنا بيمهد لك طريق الجبر في الدنيا. الرضا بالقدر هو أول خطوة في إنك تشوف جبر ربنا ليك. أنا سيلا، وقناتنا هي مكان للسكينة. لو قلبك مكسور دلوقتي اطلب الجبار بيقين، وفكر نفسك إن الفرج قريب. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر موقف حسيت فيه بجبر ربنا ليك. أشوفكم الفيديو الجاي مجبورين. شكرا.